نص دستة عمل لك كل العروض اللي انت عايزها، فعمل لك عرض ال 80 جنيه وعرض ال 100 جنيه وعرض ال 111 جنيه. فوالله بقى تعالى بقى نمسك العروض دي كده ونشوف ايه احسن عرض فيهم كقيمه مقابل سعر. بصوا اول حاجه اصلا عندك رايب وعندك بيبس مناديلك بوكساتك بقى، فيلا بينا نمسك البوكسات دي بوكس بوكس ونشوف ايه احسن بوكس اللي هو ناكل واشبع جدا يعني. مبدئيا كده الباكج عاجبني جدا، فكره ان هو مثلا عامل لك ماسكه كده للبوكس، لا بص عامل حاجه بروقان جدا. واول سندوتش معانا هو سندوتش الشاورما فراخ في اول عرض، وتاني سندوتش معانا في العرض الاول هو حواوشي شاورما لحمه. طبعا هتقول لي النضاره دي نضاره لسه جايه من السينما فكسلت العب بصراحه. فخلينا نقول اول حاجه الشاورما الفراخ عند نص دسته دي، بصراحه اول مره اجربه ونقول بسم الله. جمدان اخر حاجه، لقمه العيش مظبوطه، الشاورما طعمها جامد جدا مع التوميه وخيار، لا بصوا عظمه جدا. انا بدايه كده نفسي اتضحك يعني، انا نفسي اتضحك جدا. والعرض ده بينزل لك معاه الواحد بيبسي، يعني انت بتاخد العرض ده الحواوشي والسندوتش وبينزل لك كمان معاه واحد بيبسي، في كل ده ب 100 جنيه يعني انت واكل وشارب ومظبط الدنيا. فده حواوشي شاورما لحمه الاثنين مع بعض. فيلا نقول بسم الله وندوق الحواوشي الشاورما اللحمه ده بيقول ايه. طب ده كده اصلا انت عندك العيش كده عليه سمسم من فوق، هو حجمه مش كبير قوي بس مليان يعني تحس ان هو ضخم قوي. هنقول بسم الله. يخرب بيت الجمدان. بص اصلا انا جاي شكل السندوتش من جوه مع الشاورما اللحمه كده مع الحوشي، يعني منظره اصلا بصراحه من جوه يفتح النفس. انا بقول كفايه على العرض ده عشان انا حرفيا لو ماسك فيه انا مش هسيبه يعني. هو بصراحه البوكس ده اللي انت لو هتجيبه مع البيبسيه بتاعتك، هم عندهم البوكسات مترقمه يعني بوكس واحد بوكس اثنين بوكس ثلاثه. فنمسك البوكس ده ونشوف معاه ايه، هل ده اللي معاه الرايب نعناع ولا لا؟ لا ده مش معاه رايب نعناع. فاول واحد بيجي لك كاس سندوتش بطاطس، وبعد كده عندك شاورما الفراخ، وبعد كده عندك شاورما اللحمه. ده العرض ده الوحيد اللي ما بيجيش معاه مشروب عشان جايب لك 3 سندوتشات، فانت لا اما تختار سندوتشين ومشروب لا اما 3 سندوتشات. فاول حاجه نمسك العنصر الجديد، بس انا بصراحه انا عايز ادوق شاورما اللحمه عندهم عشان بصراحه عجبتني جدا في الحوش. اول حاجه امسك كده شاورما اللحمه، بصوا جمدان جدا جمدان جدا. طيب انا بالنسبه لي لما شاورما اللحمه عند نص دسته اقدر اقول بقوه ان هو حرفيا بينافس سمسمه ونعمه. في فكره الشاورما المصري انا شايف ان حرفيا نص دسته ينافسهم بقوه جدا كمان. نفسي بقى في النص كده سندوتش البطاطس ده. خلينا نجرب نقول بسم الله. اصلا البطاطس مليانه جدا في السندوتش لدرجه انها تقع مني اصلا. نقول بسم الله. لا يا جماعه بصراحه ولاد جنيه جدا، تحس ان السندوتش بس كده على شمالك في صوص كده حاطينه مدي طعم في السندوتش جامد قوي. هو حرفيا والله مش اعلان ولا حاجه، بس انا اكلت كذا حاجه بجد بجد انا مش لاقي حاجه وحشه يعني. حتى سندوتش البطاطس عندهم جامد بصراحه. نمسك بقى شاورما الفراخ، عندك جوه الكايزر بتاعك كده وعندك جوه بقى الخضره والشاورما الفراخ بتاعتك. يا جماعه انا اول مره احس بجد ان انا ندمان ان انا ما جربتش نص دسه قبل كده. عندهم الشاورما عالميه جدا يعني حرفيا والله. الشاورما اللحمه او الفراخ عندهم جمدان اخر حاجه. فده كده يعتبر 3 عروض معانا. فكره 3 سندوتشات ب 100 جنيه شايف ان هو حلو جدا يعني. كفكره ان تاكل شاورما فراخ او شاورما لحمه او بطاطس شايف ان هو لا، العرض ده لو ب 100 جنيه يمكن معاك جدا جدا. بس ده العرض الوحيد اللي ما فيهوش مشروب زي ما قلت لكم. فوالله هنسيبنا من البوكس رقم 2 ده ونخش على البوكس رقم 3، وده اخر عرض في عرض ال 100 جنيه. فيلا بقى نمسك عرض ال 100 جنيه، واعتقد بنسبه كبيره اللي ما فيش غيره طبعا يعني ده اللي معاه الرايب بالنعناع. الرايب بالنعناع على جنب، ونمسك بقى الحواوشي لوحده، وحواوشي لوحده برده ولا ايه ده بتاع. فانت عندك بقى اخر بوكس ده معاك رغيفين حواوشي، حجمه مش كبير زي ما قلت لكم كده طبعا عليه طبقه السمسم اللي من فوق دي. بسم الله. طيب نمسك اول رغيف ونمسك الثاني، يمكن محشي جبنه او محشي حاجه، شوف هل هو ساده ولا محشي حاجه. فنقول بسم الله. هو انا مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس في طعم من رغيف حواوشي احسن من طعم رغيف حواوشي الثاني، والرغيف حواوشي اكبر من الرغيف حواوشي الثاني. انا مش عارف هما في اختلاف في الحواوشي، بس اعتقد ان العرض 2 حواوشي. بس بصوا كده يعني عندك اللي هو الرغيف اللي على اليمين ده اتخن بكتير من الرغيف اللي على الشمال، لا وكمان طعم التتبيله احسن بكتير جدا من السندوتش ده. فانا مش عارف بصراحه ده يرجع لايه، مش عارف يعني. فكره ان نفس السندوتش من المطعم بس واحد احلى من الثاني بكتير جدا. فلو الثاني فانا مش شايف ان الثاني طعمه حلو. الرغيف الاولاني القطمه الاولانيه لا بصراحه ما عجبتنيش قوي يعني، لا حاسس ان هي في حاجه غلط، مش عارف بصراحه ده يرجع لايه. فانت طبعا واكل حواوشي فمحتاج حاجه تطر على معدتك، فجايب لك الرايب نعناع ده. بصراحه فكره صايعه يعني، حاسس ان هم بيفكروا يعني، هو مش فكره عرضه خلاص وشقلب وقلب، لا فكره ان انا عامل لك 2 حواوشي فاقوم ملزق لك معاهم رايب نعناع يهدي المعده كده عشان تاكل حواوشي. دي بصراحه اول مره برضه اجربها عندهم. لا جامد، تحسه ميكس غريب بس ميكس صايع قوي، ميكس صايع قوي. لا جمدان جمدان. العرض ده بالذات لو كان الاثنين حواوشي بس معهمش مشروب كنت ممكن اقول لك مش هرشحه لك قوي، لان فكره 2 حواوشي هو الحجم بتاعه مش كبير يعني. فلو ما كانش جايب معاهم الرايب نعناع ده كنت اقول لك لا العرض ده بصراحه ما يستاهلش 100 جنيه يعني. شايف بصراحه العروض اللي فاتت تستاهل 100 جنيه يعني مبلوعه. فكره رايب النعناع ده ودى العرض ده في حته ثانيه خالص. بعيدا بقى عن العروض دي كلها، انا لو رحت عندهم هشتري رايب النعناع ده جامد جدا جامد جدا. فبس كده يبقى احنا جربنا عروض ال 100 جنيه. والله اللايك بتاعك والفولو عشان الفيديو لو جاب اكبر عدد لايكات فهجيب بقيه العروض ونطلع برده نجربها مع بعض كده ونشوف ايه احسن عرض فيهم. فبس كده دي كانت الفيديو. لو عجبكم الفيديو تعمل لايك فول البيج، عايزين نوصل ل 100,000 فربه. سلام.